السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض موس الفراولة. شايفين عامل ازاي؟ عامل زي الجيلي بالظبط. ممكن تقولوا عليه موس فراولة، ممكن تقولوا عليه جيلاتي. يعني هو في تلك الحالتين واحد، بس في لو عملتوه كجيلاتي هيتحط في الفريزر طبعا عشان يجمد. يلا بينا نروح على التحضير ونشوف اتعمل ازاي. جبت هنا كيس جيلي فراولة. خلاص، دي كوباية مية مغلية اللي هي 200 ملي. والطبق الاول هنحط جيلي الفراولة الاول يدوب مع المية. طريقة جيلي كده في الاول عادية اهو. وهنزل بكيس الجيلي على طول، وابتدي ان انا ادوبه كويس قوي علشان بس ما يخرصش معايا. عايزة ادوبه خالص 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 زي ما انتوا شايفين كده اهو. طبعا الطبق اللي هناك ده فيه حوالي 200 ملي من اللبن، وعليهم معلقتين كريم شانتيه. خلاص، زي ما انتوا شايفين كده بقلب. جبت الكبة وحطيت فيها اللبن مع الكريمة اللي هما معلقتين الكريمة، وهنزل بالجيلي. طبعا مش هنزل بيه كله طبعا، لان الكبة بتاعتي صغيرة. لو الكبة اكبر نحط الكمية كلها على بعضها. خلاص، طريقته سهلة جدا وبسيطة زي ما انتوا شايفين كده اهو. واخدت بقية الكمية ونفس القصة. وجيت بقى بعد كده هحطهم في كوبايات، ممكن تحطوهم في اطباق كده صغيرة لو حابين. هما عملوا لي الكوبايتين دول وكمان يعني حوالي ربع كوباية. ماشي، بس طعمه جميل جدا جدا، وحاجة كده تحلية ترطب على القلب في الحر الفظيع اللي احنا فيه ده. خلاص، طبعا هنحطه في التلاجة يجمد لمدة ساعتين 3. ولو عايزين تحطوه في الفريزر مفيش اي مشكلة، كده برضو ايه هينفع. وادي شكله. هزينه بقى، اجيب عندي فراولة كده مجمدة، احط وحدات كده من فوق على الوش اهو. ادي شكله وطعمه جميل. وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة، وتسيبولي تعليق جميل. بس سلام.